السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم، ونتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل مهنيين وبصحتكم. اليوم إن شاء الله في شهيوة أم فارس جبت لكم هذه الوصفة تاع الروز هذا اللي طاب غير في غردو في طنجرة في غردو، أما لاصوص تاعو فطابت تاني في طنجرة، والنتيجة كانت أكثر من رائعة. علاش؟ درت لهم واحد لاستوس اللي خلاته يجي بنين بنين، اكدولي على البنة، يعني نتيجته أكثر من رائعة، خصوصا لا جربتوه من يديكم. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا ونسلموا كامل على الرسول عليه ألف صلاة وتسليم. وقبل ما نبدا الفيديو أيضا نرحب كامل بالمشتركين والمشتركات ونقول لكم شرفتوني ونورتوا القناه، انتو هما الساس تاع القناه. هكذا حبيبه قلبي شرفتوني وسعدتوني بهذوك الكومونتير اللي دائما المستوى تاعكم يبان فيهم بلي مستوى راقي ما شاء الله. فرحتوني بهذوك الكلمات بهذاك التشجيع تاعكم. نقول لكم حبيبات قلبي ربي يفرحكم ويسعدكم كما فرحتوني، والقناه قناتكم وانتو هما الساس تاع القناه. هنا تبعوا معايا الفيديو للاخير باش تكتشفوا كيفاش حضرت هذا الطبق اللي ساهل بمقادير اقتصاديه، والبنه واكدوا لي على البنه اكثر من رائعه. هنا حباباتي واش درت؟ عملت مغرفات على مارغرين والا الزبده، واحد زوج مغارف تاع الزيت. هنا النار راهي قليله. جبت هنايا كويس، كان عندي هنا كويس تنجمي ديري زوج ثلاثه على حسب افراد العائله تاعك وعلى حسب الشيء اللي عندك، الجود في الموجود انت ومقدورك. هنا درت غير طريف واحد تاع كويس، خليته يتقلى مليح في هذيك الزبده مع هذاك الزيت والا لا مارغرين. هنا كان عندي الثوم المرحي اليابس، تنجمي ديري هنا في صوص تاع الثوم تسكرفجيهم كيما تنجمي ديريهم غير على شكل دوائر، تخليهم يتقلاو فقط. عسيلي الثوم لان تغفلي عليه راهو يتحرق لك، خصوصا المبتدئات حباباتي. هنا حبابات قلبي نخليه مليح هكذا يتقلى. ما عندوش راني رايحه نزيد، خلوه فقط يتقلى مليح فيه، حيعطيك بنه مع هذيك الزبده كي تخليه يتقلى. بعد هنا زدت مغرفه ما عمرتهاش بزاف تاع طوماطيش كونسونطري. هنا تخلي دائما هذه كنصيحه، طوماطيش كونسونطري تاع لي بواط هذه تخليها دائما تتقلى، خاطر كل ما تتقلى هكذا حتجيك بنينه. يعني خير من اللي ديريها في الماء وتخلطيها مع الماء هكذا تجيك بنينه، يعني تجيك من اروع ما يكون. وتقعدي تخلطي هنا مع هذيك الزبده وهذيك لا مارك والا لا ماركارين وداك شويه تاع زيت، وقلبي لي هكذا لي كويست تاعك، يعني المقدار اللي درتيه. انا درت هذا الطريف قلبي هكذا مليح، ومن بعد ضفت هنا حبيبه تاع طوماطيش تكون مليحه شويه، من الاحسن تكون طايبه، لكن انا ديالي ماهيش طايبه بزاف، سكرفتيها ولا اشياء انت وكيما تحبي. خليها تتقلى كامل معاهم. هنا النار تكون قليله، ما تكونش قليله كامل بزاف وما تكونش قويه. هنا ضفت نضيف بطبيعه الحال بنسوش الملح. هنا ضفت التوابل تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، نضيف شويه تاع فلفل كحل، ونضيف الفلفل الحلو والفلفل الحار الا كان وليداتك ولا كنتي تحبي يعني الحار. هادو هما التوابل الاساسيه، فلفل كحل كما قلت لك، الفلفل الحار، بابريكا، فلفل الحلو. هنا حباباتي تاني ضفت توابل تاع الدجاج. تنجمي هنا تزيدي ايضا الزنجبيل والكركم، انا دائما نزيدهم يعني مغرفه تاع لاتاي صغار خاطرش صحيين. هاوليكم انا دائما نديرهم في الوصفات تاعي على جال ان الفائده نتاعهم. هنا ثاني يعني نزيد فلفل الحار والفلفل الحلو كما قلت سبق وذكرت، والملح بطبيعه الحال ما تنساش، وتخلي كل شيء يتقلى. النار تكون يعني ما تكونش قويه حباباتي، دائما في القليان خصوصا المبتدئات كي تكوني تقلي في لاصوص تاعك هنا وتكوني دوزني ابدا ما تزيدي للنار هنا باش الماكله تاعك تجيك بنينه وتجيك اكثر من رائعه. البنه ما راهيش في الدجاج واللحم، كي يكون الدجاج واللحم هو يبنن روحه، البنه راهي في لي زاستوس اللي تكوني تعرفيهم كيفاش تقلي واش تضيفي كيفاش دير هاد الامور اللي يخلوا الماكله تاعك تجيك بنينه. هنا حباباتي كانوا عندي زوج حبيبات تاع الزروديه، بعد ما نقيتهم غسلتهم تخي بيان، قطعتهم هنا على شكل يعني مرصوات صغار هكا مربعات. هنا تنجمي ديري اي خضره عندك، لكن انا هادو هما لو بلوز امبورطون اللي يتماشاو مع الروز. هنا كانت عندي الجلبانه ايضا في الكونجلي، عملت منها يعني حفينه هكذا صغيره وخليت كلش يتقلى. كيما تنجمي ديري البطاطا فقط تقطعيها تاني صغيره، يعني هنا الجود في الموجود. الخضره اللي عندك خلي كلش يتقلى هكذا، والنار دائما اكد تكون ماشي قويه. هنا خليت كلشي يتقلى واحد 10 دقائق هكذا باش الماكله تاعك تجيك بنينه. ومن بعد هنا مرقت بالماء سخون، فقط ما تمرقيش بزاف، ما ديريش تورورو، الماكله تاعك ما تجيكش بنينه. جوست مع هذاك الدجاج غطيت عليها وزدت للنار شويه
ماشي قويه بزاف، تكون متوسطه، وخليته يطيب في غرضه. من جهه واحده اخرى هنا جبت نيتره واحده اخرى ورحت للروز. هنا درت مغرفه تاع الزيت ولا زوج مغارف، ونعمل معاهم طريف تاع المارغرين والا الزبده، الشي اللي عندك. النار تكون قليله، هنا قليله فوق اللازم. جبت هنا الروز، عملت هنا الكيله تاع يعني هذاك الغرفيه اللي نديروا فيها الشوربه، وانتوما وعلى حسب افراد العائله تاعكم. غسلته تري بيان. انا هنا استعملت الرز المفور، ما استعملتش بسمتي، لكن تقدري ديري بسمتي اللي ما ينجموش يشربوا بسمتي. كما تعرفوا الثمن تاعو شويه غالي، ديري الرز مفور عادي ويجيك بنين، يجيك اكثر من رائع. انا هنا استعملت الرز مفور عادي. هنا حباباتي النار تكون قليله، تخلطي من داك هذا الروز تاعك. بعد ما تكوني ضفتي له الفلفل الكحل كما راكي تشوفي، ضفت قليل من الفلفل الكحل ما نكثروش. هنا درت الكركم، هنا مغيرفه هذيك المتوسطه ماشي تاع لاتاي، تاع كركم، لان وليداتي يحبوه الصفر. ويعني والصفوريه تاع الكركم هذا راح تعطي له واحد البنه. كما تعرفوا الكركم صحي، وثاني من ضروبه وبنه. هنا عملت المغرفه هذيك تاع الكركم وشويه تاع فلفل الكحل ما نكثروش. وهنا درت التوابل تاع الدجاج. هنا حباباتي انا ما عنديش، لكن كنصيحه اذا عندكم القرنفل تقدري تغسلي دوك الحبيبه تاع قرنفل 4 5 وتضيفيهم هنا، حتعطيكم واحد البنه حين تدعيوا لي. وعرف تاع قرفه هذيك تاع العود، انا ما عنديش تاع العود، ماهيش متواجده عندي. كل نهار ونهارو، كل نهار وبركته. هنا ضفت على راس المغرف شويه تاع القرفه بودره، لكن من الاحسن اذا كانت عندك هذيك تاع العرف هذيك تاع العود مع القرنفل. تقد تنجمي تاني ديري هنايا الهيل اللي راهو مخصص بزاف، يعني نستعملوه بزاف في الروز. انا ما عنديش ايضا، يعني درت طلع توابل صوتهم بداو يخصوني، راح نخرج باذن الله ونقضي. لكن كان عندك الهيل تقدري ديري حبيبه تاع هيل ولا زوج. القرنفل كما قلت لكم عود تاع قرفه، راح يجيكم اكثر من رائع. انا درت فقط هادو اللي قلتهم لكم، ما كانوش متواجدين ما عنده يعني عندي هادو، ولكن جابني تيرجع للطريقه كيفاش تحضريه. يعني هنا من داك وكنت نخلط ما غفلتش كامل عليه، والنار كانت قليله حتى عطاني هذا اللون اللي راح للصفوريه، لكن كروستيو يجي شغل يقرمش من هذاك كي كنت غنخلط فيه. هنا حباباتي مرقت بالماء سخون، لكن زوج يعني الكيله اللي درتيها تاع الروز ديري 2 كيلات تاع ماء، هادو مقادير مضبوطه. هذيك الغرفيه تاع الشوربه عملت 2 كيلات منها، والماء يكون سخون. هنا مقادير مضبوطه باش الروز تاعك يطيب لك على قاني. وهنا النار تزيدي لها شويه، يعني تكون فوق القليله شويه ماشي قويه. تخليه مده حوالي 4 ساعات. يعني ما تحركيش، تعاودي تولي شوفي حتى تشوفي شكل لك هذوك الثقوب. لاحظي معايا هذوك الثقوب، لاحظي هنا واش ندير، نغطيه ونطفيه على النار ونخليه مده 4 ساعات واحده اخرى، يعني يطيب غير في هذيك لافابور وانتي طافيه النار. 4 ساعات باش طاب، و4 ساعات غطي عليه وخليه. من جهه واحده اخرى رحت لاصوص تاعي. شوفوا هذيك لاصوص الله الله، راهي الريحه تاعها صدقوني تحبق من البعيد. هنا شوفوا حباباتي، نحي هذاك الدجاج. كما تعرفوا الدجاج ما فيهش الروح، يعني بلا لا كوكوط طابلي. لكن نتوما كنتوا افراد عائله بزاف، ولا كانت عندكم وليمه ودرتي بزاف في الدجاج، من الاحسن تستعمليه في لاكوكوط يطيب لك الزبده. نحي هذاك الدجاج، والمرقه تاعك لازم تكون هكذا خاتلها، يعني ما تكونش خفيفه، ماناش حابينها خفيفه. في الاخر هنا حباباتي تنجمي تزيدي معدنوس، الا كان عندك هنا درك المعدنوس يابس. تنجمي ايضا ملا حبيتي ديري حشيش تقطعيه صغير فقط هكذا. يعني هنا الجود فين موجود، هنا ما هذه حاجه اختياريه، لكن تزيد بنا. هنا احباباتي هاي لكم بعد مور 4 ساعات رحت ليه زاد كمل غير في هذاك يعني لا فابور فقط. هنا جبت يعني البلا اللي يدخل للفور، وشعلت هنا الفور تاعي من الفوق فقط، يعني شعلته باش تسخن لي الفور تاعي، وكل وحده تعرف الفور تاعها. هنا المرحله هذه حباباتي راهي اختياريه، ماشي لازم ديريها، لكن صدقوني عطيت لكم طريقتي في تحضير الرز يجي اكثر من رائع. لازم درتوا له هذه الطريقه والقرار يرجع لكم. تنجمي هنا فقط تخلطي هذاك الرز مع هذيك لاصوص، تخلطيهم من مليح كما راح تشوفوني دوكا. عملت هذيك لاصوص، شوفوا الله الله كيفاش جات خاتره، وجات البنه تاعها ما نحكي لكمش. هنا زدت هذاك الرز، شوفوا كيفاش جا فارك الله الله على حبه. شوفوا لي كيفاش جا على حبه والطري، لكن شاد روحو، ماشي ما لازمش يتعبز لكم، ما لازمش يجي يعني معبز هكذا، لازم يجي هكذا فارك ويجي على قانيه. حنحطو كامل في هذاك البلا اللي يدخل كوشه ولا يدخل للفول ولا الشي اللي عندك. هاي لكم هكذا. تنجموا نتوما الا ما درتوش هذه المرحله تاع الفول، يعني ديري فقط في الطنجره تاعو ولا وتخلطيهم هكذا مليح. كلشي تراهو طايب، خلطي فقط هنا مليح. ندمجوا المقادير، يعني لاصوص ندمج كاع مع هذاك الرز. ومن بعد جبت هذاك الكويس تاعي فتتو كما راكم تشوفوا
هكذا ميم الا ما كانش عندكم الدجاج بزاف ولا درتي غير الزر تاع الدجاج، فتيه فقط مليح مليح وحيطرح لك ربي فيه البركه، وهكذا افراد العائله كامل ياكلوه. نفتوه هكذا مليح ومن بعد خلطيه مليح كيما راكم تشوفوا حتى يندمجوا كامله. وصدقيني بهذه الطريقه راح يسكالك والبلا تاعك يجي شهي، شهيتكم في الجنه وفي الصحه ان شاء الله. وهكذا راح يشبع، وفي افراد العائله كامل يقدروا يعني ياخذوا الشيء اللي كتب ربي. كيما تقدري ولا عندك ديكويس ولا عندك يعني جناحتين ديريهم كامل يعني صاير بالدور، والروز يكون في الوسط، وتدخليهم للفور يتحمروا هذاك الكويز هذوك يعني الكويس تاوعك ولا جناحتين تاوعك، سد فيهم كامل بالدور، والروز يجي هكذا خلطيه مع ديك لاصوص وسد فيهم كامل ودخليهم للفور باش يعطي لك التحميره فقط، ويجي كروستيو ويجي من اروع الوصفات تاع الروز. انا شعلت الفور تاعي كما قلت لكم، كي كنت نحط فيه في البلا شعلت الفور وراح ندخلو، لكن من داك ونعاود نحل الباب تاع الفور تاعي ونخلطو هكذا كامل يتحمر لي، يعني يجي كروستيو ويجي من يدي ومشمخ، يعني من اروع الوصفات من يديكم. شوفوا حباباتي هنايا هاوليكم هذا وين خرجتو، شوفوا كيفاش عطاني هذيك التحميره والبنه ما نحكي لكم، شو الريحه راهي تعبق. خصوصا حباباتي اني نوريكم هنا في القوام، اذا درتوه بهذاك القرنفل اللي قلت لكم الله الله والعود تاع القرفه يجي من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، واكيد حتجربوها وتجي رائعه من يدكم وبصحتكم. وفي الاخير اذا كان عجبكم هذا الفيديو ما عليكم الا ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، تشوفوا الفيديو من الاول للاخر هكذا باش تستافدوا اكثر، تبارطاجيو الفيديو للاحباب الاصدقاء حتى تعم الفائده على الجميع وتكون في ميزان حسناتكم. وصدقوني يعني وصفة أكثر من رائعة، نتمنى كامل تجربوها، تحمر لك وجهك حتى مع ضيافك، حتى لو كنتي مزروبة يعني ما تشدلكش كامل الوقت يعني. والروز دائما تكون أكلة يعني بنينة بريزونطابل يتحمر لك دائما وجهك وبصحتكم. وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.